راحت مسلمة عليا وقالت لي خلي بالك يا زفيرة، ومسكت ايدي زيادة ثانية عن الاتفاق. وبعدين لاحظت الحرق تحت كم القميص بتاعي وراحت شمرت الكم قبل ما الحق امنعها وسألتني ده جه منين؟ قلت لها ده تدريب. قالت لي ان الكلمة دي بقت بتتقال كتير اليومين دول، وسابت دراعي لما اتأكدت ان الجلد بيخف، وقالت لي لو السحر اذاك تاني قول لي قبل ما تعمل حاجة في نفسك. لوريل لاحظت اني باصص ليها بتركيز فرجعت لورقة روز بسرعة لدرجة انها كانت هتكرمشها. التحقيق في الحفرة ده فضل شغال، بس انا ضمنت حاجة تخليني جنب اقوى واجمل ساحرة بثق فيها، وكمان اتدلعت عليها شوية عشان اخد دروس خصوصية مع البروفيسورة الجامدة دي. الخطة ماشية زي السكينة في الحلاوة. بالليل بقى اول حصة رسمية بدأت في فصل روليل بعد ما الطلاب مشيوا. روليل كانت اصلا بتدي دروس لإيلي، فانا لقيت ساحرة النار دي قاعدة قبل ما اوصل. إيلي كانت قاعدة جنب الشباك، ولكن رأي مهم في الموضوع، وبصت لي وقالت انت تأخرت. بصت في الساعة قلت انا جاي بدري. قالت لي انت جيت بعدي. رديت دي مشكلتك الشخصية بقى. روريل حطت حجرين على المكتب قبل ما هيلي تبدأ الخناقة، واحد تقيل قوي والتاني اخف، وسألت تاني واحد هيلمس الارض الاول. هيلي ردت بسرعة الحجر التقيل، وانا رديت في نفس اللحظة هيقعوا مع بعض. هيلي لفت وقالت ده كمان عبط. رولير طلبت الإجابة مش رأينا في بعض. هيلي مسكت الحجر التقيل وقالت كل الفلاسفة الطبيعيين المحترمين بيقولوا ان الحاجة التقيلة بتقع اسرع. رديت عليها يبقى الفلاسفة المحترمين دول محتاجين يجربوا يرموا الحجرين بنفسهم. رولير خبت ضحكتها بايديها، وهيلي رمت الحجر على المكتب بعصبية وقالت تراهن. الكلمة دي خلتني انتبه تماما. هيلي ربعت ايديها وقالت 10,000 دولار ان الحجر التقيل هيقع الاول. انا كل اللي معايا 250 دولار وعايش في مخزن المكتبة ومصاريفي زي الفار المذعور. بس هيلي بنت المحافظ، وال10,000 دولار ده رقم يخليني احترم النقاش جدا. مديت ايدي وقلت موافق. هيلي بصت لايدي وقالت انت مش هتعرف تدفع لو خسرت. قلت لها يبقى المفروض تحسي بالامان اوي. راحت خبطت ايدي بايديها، ولوريل اخذت الحجرين وقالت هنختبر الموضوع ده بره قبل ما حد فيكم يزود الرهان. وبعد كام دقيقة احنا التلاتة واقفين في الملعب تحت سما الليل، والرهان ده حول سؤال نظري ممل لمبلغ محترم وكسوة مضمونة لحد فينا. روريل طارت في الجو باستخدام تيار هوا وماسكة حجر في كل ايد. هيلي وقفت جنبي لدرجة ان كتفها لمس كتفي وقالت لي لسه قدامك وقت تستسلم. بصيت ليها وقلت وانتي لسه قدامك وقت تجهزي 10,000 دولار. كتفها ضغط على كتفي اكتر. روريل طلعت لفوق قوي ومسكت الحجرين في نفس المستوى، والفرق في الوزن كان واضح وضوح الشمس. بس القاعدة اللي انا عارفها على كوكب الارض بسيطة، طالما مقاومة الهواء ضعيفة الجاذبية هتديهم نفس السرعة. روريل ندهت علينا جاهزين. اللي شاورت على الحجر التقيل وقالت ركز مع ده. انا ركزت مع هيلي. الثقة كانت لايقة عليها، بس وهي بتخسر كانت بتبقى أليق بكتير. لوريل فتحت ايديها والحجرين وقعوا. هيلي مالت لقدام وبصت على التقيل، بس المنافسة اللي كانت متوقعاها ما حصلتش. الحجرين خبطوا في الارض الناشفة بنفس اللحظة بالظبط. هيلي فضلت مبرقة للحفرتين اللي حصلوا. لوريل نزلت بالراحة ووقفت وسطنا وشافت العلامات بنفسها وقالت لمسوا الارض مع بعض. هيلي قعدت على ركبتها وبتفحص الارض كأن في حجر منهم غش. استنيت بذوق 3 ثواني وبعدين مديت ايدي. هيلي بصت وقالت ايه؟ قلت لها 10,000 دولار. لوريل ما قدرتش تمسك نفسها من الضحك، وهيلي قامت ووشها بقى احمر زي الدم وقالت لي انت لسه هادم قانون العلماء اللي ماشيين عليه بكرون. انت ممكن تنشر الكلام ده معايا ونقدمه مع بعض واسامينا هتبقى جنب بعض في كل حته. فضلت تبص للحجرين وليا وبعدين عددت شعرها من غير سبب رياضي خالص. لوريل رفعت حاجبها وقالت اساميكوا جنب بعض في كل حته. هيلي وشها احمر اكتر واللوريل مالت براسها اكتر وقالت ده انت كنت متخيله بحث طويل قوي زي ده. هيلي قربت من الحجرين ورفضت تبص لينا وقالت ان اكتشاف بالحجم ده ممكن يعمل ابحاث لسنين. قلت لها سنين؟ بصت ليا واول ما استوعبت كلامها وشها احمر تاني. فضلت مادد ايدي وقلت الفلوس ممكن تظهر جنبي الاول يا ولية. هيلي كانت بتحلم بسنين من الشغل سوا وانا كنت مستني ال10,000 دولار بتوعي. هيلي بصت لي بغيظ وطلعت ظرف مليان فلوس من شنطتها ورزعته في ايدي. عديت المبلغ قبل ما تغير رايها. قالت لي انت بتهتم بالفلوس اكتر من الشهرة. رديت الشهرة مش هتاكل ام ظافرة عيش. الهزار وقف للحظة. الجسم اللي انا ورثته ده كان عايش على 20 دولار في الشهر. ام صرفت كل اللي وراها وقدامها عشان يفضل في اركاديا. الشهرة تستنى، انما 10,000 دولار هيغيروا حياتها. غضب هيلي هدى شوية وبصت لكم مش المقطوع والظرف اللي في ايدي وقالت بصوت واطي انت لسه لا تطاق. قلت لها انا لا اطاق ومعايا 10,000 دولار. لوريل لمت الحجرين وقالت وكده بقى عندي بحث كمان لازم يتكتب. شاورت عليها وقلت لها احنا اتفقنا على اسم الاول
الاول. بعد يومين موضوع الرهان ده اتنشر في اركاديا اسرع من اشاعة الحفرة. البلطجي بتاع الفصل وقفني وشاور براسه ناحية ساحة الطلاب الكبار وقال لي بوك جنسلي عاوزك. بوك جنسلي ده عنده 23 سنة، طالب كبير وابن اصغر عيلة مؤسسة وغنية في المدينة. كان مستني تحت قوس الساحة ومعاه شوية من شلته. راجل غني وجايب معاه ناس عشان يوصل رسالة الصبح. بص البلطوي الاول وبعدين بص لوشي وقال انت بقى زفرة جندر. قلت له بيتم اتهامي بكده. بو قرب مني وقال لي ابعد عن هيلي هارفارد. الواد ابن الاكابر ده فاكر ان في بني ادمة تانية ملكية خاصة لعيلته. حطيت ايدي في جيبي وقلت له المفروض تروح لهيلي، هي مسموح ليها تكلم مين. سنانه كزت على بعض وقالت هي مكانها وسط الناس من طبقتها، انت بتنام في اوضه كراكيب في المكتبة. رديت عليه يبقى المفروض تبطل تشوفني شخص ممتع قوي كده. واحد من اللي واقفين معاه ضحك غصب عنه وبو بص سكتته وراح وطى صوته وقال لي ده تحذيرك الوحيد، طالب فقير وبحث ضرب معاه بالحظ مش هيتحدى عيلة كيرسنجلي. مشيت جنبه وقلت كويس انك مش بتتحدى بعيلتك. بو مسك كتفي وبصت لايده وقلت له شيل ايدك. فضل ماسكني ثانية وبعدين سابني عشان الناس بدأت تتفرج. وابتسم ببرود وقال لي هتفهم قريب. وسبت واقف مع شلته وكبرياءه اللي جرح. روري حصلني بره وقال لي قول لي انك ما شتمتش بوكنسجلي. رديت عليه قال لي العيلة دي معاها فلوس ونفوذ يخلوا حياتك جحيم. سألته هو ابوي يقدر يرمي التعويذ بدالي. روري برق وقال لي لا. قلت له يبقى ملوش لازمة. روري مسح وشه بايده وقال لي انت غرست البقاء عندك، مش بتشتغل غير قدام الستات الحلوة. كان عنده حق بس مرضتش ابين ليه. في حصتنا اللي بعدها الليل اخدت المشكلة اللي ابو عملها دي وحولتها لسؤال عن السحر. كنت واقف مع روليل وهيلي في ملعب التدريب وسألت هيلي هي هتقدر تتحكم في كام كرة نار مع بعض. هيلي ردت بفخر 9 وقالت ان معظم الطلاب مش بيقدروا يحافظوا على 3. سألتها ازاي؟ قلت يا اختي الكبيرة هيلي من فضلك علميني بسرعة، لدرجة ان روليل كانت هتشرق من الضحك. فرحت هيلي بانتصارها ده ما كملش ثانية وقالت لي انت ما عندكش دم خالص. رديت وقلت عندي اولويات. راحت مخبطة على اورتي وقالت ركز يا اخويا الصغير. اللي فردت ايديها وظهرت 9 نقط نور برتقاني حوالين دايرة واسعة وكل واحدة كبرت وبقت كورة نار ثابتة ومنورة الملعب كله. كانت بتتحكم في كل شعلة لوحدها، واحدة تطلع والتانية تنزل، 3 يلفوا شمال والستة الباقيين ثابتين مكانهم. اللي بصت لي وقالت قسم تركيزك لقنوات منفصلة وادي كل شعلة امر واحد بسيط. انا قعدت 6 شهور عشان اوصل ل9. 6 شهور. غمضت عيني وعملت شعلة واحدة من غير صوت وبعدين قسمت نفس التحكم الذهني ده ل2 اوامر في ثانية وظهر قدامي كورتين نار. رجعت قسمتهم تاني وبقوا 4 شعلات عايمين في الهواء وبعدين بقوا 6 وبعدين وصلوا ل9. فتحت عيني ولقيت ال9 كور نار عاملين دايرة كاملة ومظبوطة بالملي فوق كتافي. رولي قربت مني وعدتهم مرتين وهي مش مصدقة وقالت لي يا كسافيرا اوعى تتحرك. وانا اصلا ما كنتش ناوي اتحرك خالص. نار هيلي كانت بتتهز. رحت رافع صباع واحد بس، فاول كورة طلعت نار لفوق والتانية اتحركت يمين وال7 الباقيين فضلوا ثابتين مكانهم زي ما هما. هيلي كانت قضت 6 شهور بحالهم عشان تتعلم الحركة دي وانا نسختها وعملتها بالظبط قبل ما حتى النار اللي كانت بتجرب بيها تبرد. قعدت تبص للدايرة اللي عملتها وهي فاتحة بقها وكل الشتايم اللي كانت محضراها طارت من دماغها. سألتها بكل براءة يا اختي الكبيرة انا عملتها صح؟ هيلي لفت وشها وخرجت تجري من الساحة جري. لوريل ندهت عليها بس هي ردت وهي ماشية من غير ما تبص وراها وقالت انا خلاص مش هعلمه حاجة تاني. على طرف الطريق كان في واحد من صحاب البلطجي بتاع الأكاديمية واقف يتفرج على 9 شعلات. أول ما شاف المنظر جري. بو كان حذرني إن أبعد عن هيلي بس أنا طنشته وخدت فلوسها وقلت لها يا أختي الكبيرة، وكمان نسخت أحسن حركة عندها من أول محاولة. والناس اللي شايفين نفسهم في الأكاديمية شافوا كل ده بعينيهم. هيلي كانت وصلت لنص الطريق وهي خارجة من ساحة التدريب قبل ما حصلها. لفت وهي في قمة غضبها وشكلها مستعدة تعيد الدرس بالقوة المرة دي. بس أنا رحت مطلع حزازة صغيرة فيها دبدوب قبل ما تلحق تعاقبني عشان اتعلمت بسرعة. وقلت لها دي عشان علمتيني. اللي بصت للحزازة وبعدين بصت لي وقالت لي ايه شغل العيال ده، رجعها تاني. وراحت خطفاها من بين صوابعي وقالت انا ما قلتش اني مش هاخدها. الدبدوب الصغير اختفى في كف ايديها وعينيها لمحت. رحت ابتسم ليها وقلت لها، رحت مبتسم وقلت ليها على العموم شكرا يا اختي الكبيرة. خدود هيلي قلبت احمر وقالت لي اياك تناديني بالاسم ده قدام الناس. وبعدين لفت بسرعة فك عبلت جزمتها في طرف الطريق وبمرجحت 3 خطوات كاملين قبل ما تظبط نفسها. رولي اللي كتمت ضحكتها بايديها وانا الصراحة احترمت المجهود اللي عملته عشان ما تضحكش بس ما قدرتش اعمل زيها. اللي شاورت عليا من غير ما تبص وراها وقالت لو ضحكت هحرق الحظاظة دي. لوريل قالت لها هو انت لحقتي تلبسيها؟ هيلي بصت تحت الحظاظة فعلا حوالين معسمها ولما اكتشفت كده بقت تمشي اسرع واسرع. الحظاظة دي كانت مكلفاني $500 كنت جايبها اصلا روليل بعد موضوع بحث روس بس اللي تستحق
حقها عشان علمتني حاجة نفعتني في وقتها، وبقى مبدئي في الحياة الفلوس أهم من الرومانسية. سبت الساحة لوحدي وبعدها بشوية عشان روليل فضلت هناك تهديهالي وتطيب خاطرها اللي اتكسر. وانا ماشي جنب طريق المكتبة 6 من الطلاب طلعوا من ورا العواميد الحجر، والبلطجي بتاع الأكاديمية كان واقف قدامهم وهو بيستعرض عضلاته بنفس الثقة اللي خسرها في امتحان السحر. واحد من أتباع بو اللي في السنين الدراسية أكبر شاورت على إيدي الفاضية وقالت كبرنا بو عرف بموضوع الحظاظة. وواحد تاني بص ناحية ساحة التدريب وعرف كمان إنك اتدربت لوحدك مع هيلي بعد ما حذرك. الخبر اتسرب خلاص، وبو بعت 6 ورايا بعد أول تحذير منفعش. حركة واضحة قوي. البلطجي طرقع صوابعه وقال كبرنا بو عايز يفكرك بمقامك. الأكاديمية كانت منع الخناق بين الطلاب، وأنا كنت لسه عامل 9 كور نار من دقايق وجسمي لسه مجهد من سحر الفوهة، فقررت أجري. الشلة قعدوا يطردوني ورا المكتبة. نطيت من فوق سور واطي وعديت من ساحة الخدمات، وكنت خلاص قربت أوصل للساحة الرئيسية قبل ما يحاصروني. البلطجي واقف قدامي وقال فين بقى النار العملاقة بتاعتك دلوقتي؟ بصيت ورايا ولقيت 2 ساندين الطريق وكمان متوزعين جنب الحيطة. رحت رادد عليه مشغولة جرب بكرة. البلطجي حدف بنية فلت منها ورجعت لورا، ولما شافني مخبي سحري قعد يضحك وقال بصوت عالي ابوك كمان كان بيهرب. الجبان ده مات وهو بيهرب من ارض المعركة، ودلوقتي ابنه الفاشل بيهرب من الطلاب. انا وقفت مكاني وصوت الزيطة اللي في الساحة اختفى من وداني. الجسم اللي انا ورثته ده فقد ابوه، خسر كل ميزة في حياته، بس ابو الجنرال اللي كان متكرم بميداليات مات وهو بيخدم بلده وعمره ما هرب من واجبه ابدا. لفيت وشي وقلت لي قول كده تاني. البلطجي ضحك وقرب مني وقال ابوك كان جبان. فجأة ظهر 9 كور نار حواليا ومحدش نطق بكلمة ولا ضحك. البلطجي حاول يضربني الاول بس في شعلة ضربت ايده اللي رفعها وانفجرت في صوابعه. صرخ ووقع ركبة واحدة وهو ماسك جلده اللي اتحرق ودمه لصدره. والتمانية التانيين اتوزعوا ورايا، كل واحدة فيهم متوجهة لواحد من اتباعه. مشيت ناحيته وقلت ابويا مات بطل قومي ومش مسموح ليك تغير تاريخه عشان بوكنز ليك بعتك تعمل فيها جامد. 2 من اللي واقفين رجعوا لورا، فحركت كورة نار ناحيتهم فلفوا وجريوا، والتلاتة اللي فاضلين بصوا لقائدهم المصاب وبعدين بصوا للنار، وبعد كده خلعوا وسابوه قبل ما اخد خطوة تانية. قبل اليوم ده البلطجي كان فاكر ان اكسافيرا السيد صح، ودلوقتي اصحابه سابوه مرمي على الارض. رفعت ايدي ناحية الشعلة من وشه، وفي اللحظة دي روليل وصلت الساحة وكانت ماشية مع 2 مسؤولين من الجمعية الرياضية الوطنية اللي جم الأكاديمية عشان موضوع بحث روس، والتلاتة وصلوا في الوقت المناسب وشافوا البلطجي وهو راكع وايده محروقة وال9 كور نار بتسمع كلامي. روليل صرخت اكسافير، حاولت ارد عليها بس النار اختفت الاول وبعدين ركب خابت. ما كنتش لسه فقت تماما من سحر الفوهة والتحكم في 9 مهارات سحرية خلص على اللي فاضل من طاقتي. الرؤية بدأت تضلم وانا بقع جنب البلطجي. لوريل استعملت سحر الرياح وجت طايرة لحقتني قبل ما وشي يخبط في الحجر. اخر حاجة فكرت فيها قبل ما افقد الوعي ان الوقوع في حضن دكتورة زي القمر دي طريقة مشرفة جدا للاغماء. لما فتحت عيني روليل كانت سنداني على كتفها وبتندق اسمي وصوابعها على رقبتي. ملامحها كان باين عليها الرعب ووشها مخطوف، وقالت لمسؤولين الجمعية انا مش لاقيه نبض. خدت نفس بالعافية وقلت ليه انا لسه هنا. لوريل ضمتني ليها اكتر قبل ما تفكر ان في ناس واقفين بيتفرجوا. البلطجي كان باصص لينا من على الارض، ومن وجهة نظر اي حد واقف كنت انا اللي وقعت عند رجليه بعد ما هو هاجمني. رئيس الجمعية اللي كان عنده كمان سلطة تأديبية في الأكاديمية بص لي البلطجي المحروقة وقال انت عملت ايه في اكسافير؟ البلطجي فتح بقه يتكلم بس نظرة لوريل خلته يسكت. نائب رئيس الجمعية قرب مننا وهو كان جاي عشان يتأكد من بحث روس، بس بدل ما يلاقي البحث لقى مؤلف البحث الشاب واقع في الساحة وجنبه دكتورة مرعوبة. انا بقعتي دي حولت كمين غدر الاستقبال الأكاديمي فخ. اول ما قدرت اقف على رجلي روليل شرحت للمسؤولين دول جايين ليه. كانوا عايزين يتأكدوا من حل روس ويعرضوا تمويل الأبحاث وتكون هي المؤلفة الرئيسية، بس هي شاورت عليا فورا وقالت اكسافير هو اللي عمل الحسابات. الرئيس بص للبلطو بتاعي القديم وبعدين للورقة اللي في ايده وقال انت اللي حليت معضلة روس. قلت له انا حليت الجزء اللي كل الناس كانوا مصعبينه ومعقدينه. لوريل جزت على اسنانها وقالت انا مش هاخد مجهوده. رحت لامس كمها وقلت لها خد انت التقدير ده والشهرة. لفت وقالت لي اكسافير. قلت لها الطريقة دي جاية من معلومات عرفتها قبل ما اجي الأكاديمية، وانت اللي اثبتيها هنا وصغتيها رسمي وحطيتي اسمك وراها، وانا مش محتاجة ادعي اني مخترع كل حتة فيها لوحدي. روليل لسه مش مقتنعة، فرحت قايل لها يا دكتورة انت عندك 29 سنة، بلاش تتعاملي كأن الشهرة عليها سن معين. ملامحها هديت وقالت ده كان كلام محترم بس ما تقولوش لحد. رئيس الجمعية كان بيتفرج على الحوار ده ومبتسم. روليل قبلت تكون هي المؤلفة الرئيسية مع الحفاظ على اسمي في البحث. روليل كتافها ارتاحت اخيرا، هي كانت جاية مستعدة تحميني ورفضت تاخد مجهودي وانا لسه دايخ. وبعد يومين المقال المشترك عن بحث روس اتوزع في كل حتة في الأكاديمية، وفي نفس اليوم العصر الأكاديمية استدعت أبو البلطجي بسبب هجوم الساحة. الأب دخل ساحة التأديب وراح ضارب ابنه بالقلم على وشه وقال له انت أهنت بطل حرب ميت وهاجمت
طالب تاني بعد ما غلبك بشرف. انا شقيت وتعبت عشان اخليك في الكليه دي، وانت رميت كل ده عشان خاطر بوكسنجلي. البلطجي نزل راسه في الارض وابوه مسكه من كتفه ونزله غصب عنه وركع جنبه قدامي وقدام رئيس الجمعيه. الاب قعد يترجى ويقول ارجوك سيبوه يكمل دراسته، هو غلطان وانا هخليه يفهم. البلطجي كان بيتريق على فقري وعلى ابويا، ودلوقتي ابو نفسه ركع قدام الشخص اللي كان مسميه فاشل. رئيس الجمعيه بص لي وقال هو هجمه تحب نفصله. ابو البلطجي فضل راكع مكانه والقرار كان في ايدي. بصيت لايد الاب الشقيانه وافتكرت ام اكسافير وهي بتصفي تحويشه عمرها عشان تديني فرصه في الاكاديميه، فقلت ادوا انذار اخير. الرئيس وافق وقال اي غلطه تانية وهتتمسح من هنا. البلطجي بص لي وهو مش مصدق. رحت قايل له اياك تهين ابوك تاني. نزل عينه في الارض وقال شكرا. ولما ابوه قام قرب مني وهمس لي. بو مش هيسكت، خاله هو نائب رئيس الاكاديميه وده السبب اللي بيخلي الناس تسمع كلامه. رحمتي دي قفلت ملف عدو وفتحت لي باب عدو اكبر منه. في اخر يوم رجعت المكتبي في المكتبه عشان ورديه شغلي، لقيت مدير المكتبه مستنيني في اوضه الخدمات اللي بنام فيها، وهدومي وكتبي الليله محطوطه في كومه صغيره. ما كانش قادر يحط عينه في عيني وقال لي شغلك انتهى النهارده ولازم تسيب الاوضه دي كمان. بصيت للسرير الضيق والرفوف والحوض المشروخ، كانت عيشه صعبه بس كان شغله وبيته الوحيد. سالته ليه، بلع ريقه وقال امر من نائب رئيس الاكاديميه، تحذير بو جاب اخيرا نتيجه و$20 في الشهر طاروا ومعهم السرير الوحيد اللي اكسافير كان حالته. المدير خد مفتاح الاوضه من ايدي وقال لي انا اسف لميت كل حاجتي في دقايق لان كل اللي املكه يدخل في شنطه واحده. وبعد ما لميت حاجتي الاوضه كان شكلها كأن ما حد سكن فيها قبل كده وده ضايقني جدا. المدير فضل باصص في الارض وانا بقفل الباب ورايا. امر بو وصل لاكتر من باب كنت بحس بيه في الخصوصيه. المدير اتنفض من صوت قفل الباب بس ما فتحوش تاني. شلت شنطتي ورحت المكتب روليل عشان جلستنا الليليه. روليل قابلتني قبل ما المدير يخلص قفل الباب. بصت للاوضه وبعدين المدير وبعدين قالت ايه اللي حصل. رديت انا قبل ما يتكلم وقلت لي يا عيلي بو حبوا يحسنوا وضع سكني فمشوني خالص. روريل خدت الشنطه من ايدي وقالت هتقعد في الاوضه الفاضيه اللي عندي في البيت. بصت ليها باستغراب وقلت بس انت عايشه لوحدك. لوريل قالت بصوت رسمي اكاديمي الاوضه فاضيه والعيشه مع بعض هتخلي جلسات المذاكره الليليه بتاعتنا اسرع وافيد. وبكده حجه روليل الاكاديميه خلتنا نسكن مع بعض. العيشه مع دكتورتي اللي زي الصاروخ دي فيها مخاطر كتير واضحه بس الايجار ما كانش واحد منهم. بصيت للشنطه وبعدين بصيت لها وقلت لها انا موافق على حلك المهني ده جدا. خدود. روليل سخنت وقالت تمام. هي اللي دخلت الممر وهي شايله ورق مذاكرتها وشافت روليل ماسكه شنطتي. سهلت بحده ايه اللي بيحصل هنا. روليل ردت بهدوء اكسافير خسر اوضته هيقعد في الاوضه الفاضيه عندي. اللي عصرت الورق في ايديها وقالت هينقل عندك في البيت. روليل كررت كلامها الاوضه الفاضيه. اللي لفت وقالت وانت وافقت. رديت كنت بختار بين البنت الدكتور وهرجروف وبين كنبه الشارع. اللي قربت مني فاستخبيت ورا روليل. طرد من الاوضه ده كان لسه وجعني بس شله بوح حاولوا يخلوني مشرد فجاه ونقلوني بيت دكتورتي القمر. تسلم ايديكم يا رجاله بجد مجهود جامد. الليله اللي بعدها روليل خدتني انا وهيلي نتبادل الرياضيات اللي كانت متحدد ميعادها. عزبة كاسنجلي دي كانت حاجه تانية خالص واخده تله كامله بره المدينه والصوره الرئيسيه فيها صور قديمه وعلماء من العيله وكميه رخام متلمع تغطي مرتباتي لسنين قدام. نائب رئيس الجمعيه استقبل روليل عند المدخل في الوقت اللي كانوا بيناقشوا فيه البحث بتاعنا. انا رحت لقيت البوفيه كنت لسه خسران شغلي وضربت 6 طلاب وتقريبا كنت اعمل طولي قدام اكبر من العلماء في البلد. عيلة كاسنجلي كانوا مقدمين لحمه مشويه وانا مؤمن جدا بمبدا ان اقبل الاعتذار لما الاقي قدامي في صوره اكل. غرفت طبق وبعدين التاني بس عيلة مسكت ايدي قبل ما اوصل الحلويات وكان لسه حظاظه الدبدوب في ايديها. احنا هنا عشان الرياضيات قالت لي وهي بتوشوشني بغيظ. رديت عليها انا بجمع طاقه عشان الرياضيات انت اكلت خلاص انا بخزن طاقه. عيلة سحبتني بعيد وروليل عملت نفسها مش عارفاها. في نص الصاله كان في لوحه ضخمه فيها ممرات مائيه و7 كباري ودول اللي خلت عيلة كاسنجلي مشهوره. وقفت اتفرج عليها وفجاه ظهر بوب جنب اللوحه ومعاه ضيوف. عينه جت على ايد هيلي اللي لسه ماسكه معصمي. مش عارفها. سال بوب صوت عالي وقلت له المفروض اعرفها. ضحك للبهوات والعلماء اللي بيتفرجوا وقال دي كباري سيلفر ال7. اول جد لينا هو اللي حل اللغز بتاعها من قرون. هيلي سابت ايدي وعينه جت على الحظاظه وضحكته بقت بايخه. وبعدها الواد ابن العيله ده على صوته عشان كل الضيوف في الصاله يسمعوا. بما ان زفيرة كندر هو العبقري اللي ورا شغل البروفيسوره هارو يبقى اكيد هيحل لينا لغز الكباري ال7 النهارده. في الليله دي جوه عزبة كاسنجلي اعلان بو حبسني تحت لوح الكباري عيلته ونخبه الرياضيين في المدينه كلها بقى يتفرجوا عليا. وروليل قربت مني قبل ما ارد وصوتها كان واطي جدا عشان هيلي وانا بس نسمعها وحذرتني زفيرة فكر كويس. عيلة كاسنجلي ليهم نفوذ في اركاديا في وسط الرياضه كلها. لو اتحددت تاريخ عيلتهم وفشلت ممكن يدمروا مستقبلنا احنا الاتنين. بصيت لبو بعدين للاوضه الغاليه اللي عيلته بتستخدمها عشان يتفنيخوا بنفسهم. قلت ليها هم خلاص خدوا شغلي وبيتي مش عايز ابان
قليل الذوق وارفض. بو زهايل اتحرك كأنها تضحك، لكن روليل ما ضحكتش وقالت الموضوع اكبر من بو. قلت ليها عارف، وعشان كده وافقت. ناديت بصوت عالي انا هجاوب. الكلام اللي حوالينا وقف خالص، وضحكت. بو رجعت تاني ولف للضيوف. كان الضغط بتاعهم هو اللي خلاني اوافق في الاخر. عالم شايب رفع كاستور لوريل وقال لها يا بروفيسوره هارجراف، اخر حل ليكي وصل للعاصمه خلاص، مبروك. روليل شاورت عليا وقالت زافيرا هو اللي عمل البرهان الاساسي. العالم ده بص لي بصه سريعه ورجع بص لها تاني وقال تواضعك ده شيء يحترم. ضيف تاني هز راسه وقال ممكن طالب سنه اولى يكون ساعد، بس شغل بالمستوى ده محتاج عقل تقيل وخبره. بو كانت ضحكته بتزيد مع كل كلمه. هو عازم الجمهور اللي نفسه يصدق فعلا ان مجرد واحد مستلف سمعه روليل. روليل كانت هتصحح ليهم، بس لمسته كلها وقلت لها خليه يشرح التحدي. كنت عايزهم يغرقوا في الغلطه دي للاخر قبل ما اصلحها ليهم. في ضيفه قريبه من قدام لفتت نظري قبل التحدي ما يبدا. فيرونيكا اشكوم، شابه عندها 23 سنه وفي سنه ثالثه، بتمثل عيله محترمه هنا. كانت مراقبه بو وهي واقفه بثبات وايديها فاضيه، باين عليها مستعده لاي حركه. لما بو زق وسط الزحمه فرمل نفسه قبل ما يخبط في فرونيكا ولف حواليها. راجل مغرور زي ده وسع عليها الطريق. بدا تراقب فرونيكا بتركيز اكتر. بو مشي تحت اللوحه وشاور على الممرات المائيه وقال اول جد الكيسنجلي عبر السبع كباري دول مره واحده بالظبط، ورجع لنقطه البدايه. خبط على كل كوبري وبيعد، عدى واحده لكل كوبري، مفيش تكرار وتخلص مكان ما بدأ. القانون كان واضح، تعدي السبع كباري مره واحده لكل كوبري وترجع ليه للبدايه. انا اصلا كنت عارف ان الطريق ده مستحيل. وكمل كلامه التاتش بتاع اساطير العيله. جدنا مات قبل ما ينشر الطريق ده، واجيال من العلماء حاولوا يوصلوا له، والمفروض عبقري البروفيسوره هارجروف ما تلاقيش مشكله في ده. كذا ضيف هز راسهم بموافقه، وتانيين بصوا روليل وهم فاكرين ان البحث اصلا طالع منها. عالم قال بصوت عالي سمع الصاله كلها البروفيسوره هارجروف اللي لازم تجاوب. الطالب ده ممكن يكون مجرد مساعد. لوريل اتنتشت وانا وقفت تحت اللوحه وقلت مش هقدر احلها. وضحك قبل ما اخلص كلامي، والصاله ضحكت معاه. فرد دراعاته وقال اهو زافيرا كندر بيعترف انه نصاب. بصيت للوحه تاني وقلت مش هقدر احلها لان الطريق ده ملوش وجود اصلا. الضحك وقف واحده واحده، وش ابو اتغير. اول واحد قال انت بتهين عيلتي. قلت له انا بوصف الكباري بتاعتكم. قال لي انت بتقول على جدنا الاول كذاب. قلت له انا بقول ان الرياضه بتقول ان الطريق اللي هو ادعاه ده مستحيل. الناس بدات تتحرك وتهمس. بو كان بيضحك لما قلت مش هعرف احل، بس انا دلوقتي هاجمت الحاجه الوحيده اللي عيلته بتستخدمها كدليل على عبقريتهم. وقف في طريقي وقال لي اسحب الكلام ده واعترف ان البروفيسور هارجروف هي اللي عملت الشغل الحقيقي وانت نقله منها. ريح روليل حركت طرف فستانها وقالت نقي كلامك اللي جاي بحرص يا بو طنش التحذير وقال لو كندريك مش عارف يطلع الطريق يبقى يسيب القعده دي ويبطل يستخدم ضيوف عيلتي كجمهور ليه. شاورت للوحه وقلت له انت لسه بتحاول تعاقبني على طريق اصلا مش موجود. كذا ضيف بطلوا يضحكوا. بو دلوقتي ربط اسمي كصاحب البحث ومكاني في الصاله وشرف عيلته باجابه واحده. كان ممكن يهدي اللعب، بس طبعا هو سخر الموضوع اكتر. باب جنبي اتفتح قبل ما يلحق يزعق تاني. دخل ادموند كيسنجلي ومعاه 2 مساعدين. كان عنده 54 سنه. ده ابو بو الزعيم الحالي لعيله كيسنجلي. الضيوف وقفوا انتباه فورا. ادموند بص لابنه وقال بو انت محول مناقشه علميه لشو منظره. التوبيخ كان شكله محترم بس عينه كانت عليا. بو شاور على اللوحه وقال ان الصب ده بيقول ان الطريق بتاع الجد الاول ملوش وجود. ادموند اتحرك تحت الصوره بهدوء مدروس وقال يا مستر كندريك اللي تزق ابني دي غلطته هو، بس السبع كباري دول ملك لتاريخ عيلتنا ورياضه سيلفر جيت. اشرح ادعائك ده قدام الضيوف. هو كده انضم للتحدي. بو خلى العيله كلها مسؤوله عنه. قشطه جدا. طلبت ورقه وفحم وخام حطيتهم على ترابيزه العرض. رسمت 4 نقط بيمثلوا مناطق الارض المنفصله، وبعدين وصلت بينهم ب7 خطوط خط لكل كوبري. بو ضحك عليا وقال الرسمه الطفوليه دي مش بتثبت حاجه. روليل وقفت جنبي وقالت سيبه يخلص. خبطت على اول نقطه وقلت كل مره المسافر بيدخل منطقه ارض لازم يخرج منها، يعني وصلات الكباري دي بتبقى ازواج مع بعض. وبعدين خبطت على ال3 نقط اللي فاضلين عشان الطريق يقفل. لازم كل منطقه ارض يكون فيها عدد زوجي من وصلات الكباري. الخريطه دي فيها 4 مناطق باعداد فرديه. عالم عجوز قرب من الترابيزه وعد الخطوط بنفسه وقال 3 3 3 5. ال4 كانوا فردي. اديته الفحم وقلت ليه ارسم طريق بيستخدم كل خط مره واحده ويرجع للبدايه. حول من عند الضفه واتحبس بعد 6 كباري. بو خطف الفحم منه وقال انتوا كلكم ماشيين ورا التقسيمه اللي هو عملها. بدا من منطقه الارض اللي في النص واتحرك بسرعه على الخطوط، وبعد 4 كباري لقى نفسه محبوس. مسح الطريق بقوه لدرجه ان الورقه اتقطعت. ادمون امره ابدا من مكان تاني. بو حاول من الضفه الشماليه ووصل لاخر كوبري مش مستخدم بس من الناحيه الغلط. الضيوف شافوا الفشل قبل ما هو يشوفه، والعالم العجوز خد الفحم من ايده تاني وقال تغيير نقطه البدايه بس بيغير المكان اللي بتفشل فيه مش بيشيل الفشل نفسه. روليل وجهت كلامها للصاله وقالت المشكله في عدد المداخل والمخارج. مفيش اي اختيار لنقطه بدايه يقدر يخلي 4 وصلات فرديه بطريق مقفول. لفيت لبو قلت له حل
عيلتك الاسطوري ده مستحيل رياضيا. اول ضيف بطل يبص لي وبص للوحه بدلها، وضيف تاني وشوش العالم اللي جنبه، وتالت سأل ازاي اجيال من باحثين كيسنجلي فاتهم حاجه بدائيه زي دي. الضيوف اللي كانوا واقفين مع ابوه دلوقتي بصوا للوحه والورقه المقطوعه. قبل البرهان ده كان بيقول عليا نصاب، بعد لوحه عيلته اللي بقت مشبوهه الواد ابن العيله ده كان اتكوى خلاص، والفحم يا دوب صمد ل10 خطوط. بو مسك الورقه وقال هو غير المساله. العالم العجوز شدها منه وقال هو صغر الخريطه بس، كل كوبري لسه مكانه. بو بص لادمون وقال يا بابا قول لهم انه بيكذب. ادمون فقد ضوءه وضرب بو بوكس بفكه. بو ترنح وخبط في ترابيزه العرض. ادمون زعق انت جبت العار للقعده دي، اتحديت ضيف من غير ما تفهم المساله اصلا. بو بص له وهو مذهول. ادموند ضرب ابنه عشان يحمي اسم العيله، بس الحركه دي ما نجحتش. عالم شاور على اللوحه وقال هل ايريك كيسنجلي كانوا عارفين ان الطريق ده مستحيل؟ ضيف تاني سأل كان باحث بنوا مستقبلهم وهم بيجروا ورا ادعاء عيله مستحيل يشتغل عليه. ادموند رفع ايده وقال كلام اجدادنا مقبول بقاله اجيال، ولو في غلط العيله هتراجعه. الناس سكتت شويه وانا عندي سؤال تاني جاهز. قواعد اللقاءات عند كيسنجلي بسيطه، اللي يتحدى حد في العلن من حق التاني يرد بسؤال للمضيف. واجهت ادموند وقلت له يا سياده الزعيم كيسنجلي انا قبلت مراجعتك ودلوقتي هستخدم قاعده اللقاء. عيني صغرت وقال اسال. رسمت مربع تحت رسمه الكباري وخليت كل ضلع طوله واحده واحده وسالت ايه هو الطول المظبوط للوتر اللي في النص. كذا ضيف هديو. السؤال كان يبان تافه جدا بعد كارثه الكباري دي. ادمون رد من غير تردد 1.4 النسبه المعروفه يا 7/5. بصيت له قلت له ده تقريب، انا سالت على الطول المظبوط بالظبط. ضحكته فضلت زي ما هي وصابعه ضغطت على عصايته. رولي قربت من الرسمه وقالت مربع الوتر لازم يساوي 1 تربيع زائد 1 تربيع. كتبت النتيجه وقلت للصاله مربع الوتر بيساوي 2، يبقى الوتر المظبوط هو الجذر التربيعي ل2. عالم جنب الترابيزه كشر وقال طيب اكتبه في شكل نسبه. قلت ليه ما تقدرش؟ صلاح هدي التاني. مدرسه الاعداد الصحيحه كانت اهم حاجه بتفتخر بيها عائله كيسنجلي. كانت بتعلم ان اي كميه حقيقيه ممكن تتكتب كنسبه من اعداد صحيحه، واي حاجه بره النسب دي كانت تعتبر من الفئه الممنوعه اللي بيسموها رقم الشيطان. شاورت على المربع وقلت الطول ده حقيقي تقدر ترسمه وتقدر تقيسه، بس اي كسر هتحطه هيطلع يا اما شويه يا اما اقل شويه من القيمه المظبوطه. روريل حاولت تجرب كذا نسبه مشهوره على الورقه. 1 تربيع طلع عالي زياده، والتاني تربيع قليل زياده. العالم اللي شعره شايب واللي كان مستهون بيا قدام كسر اطول، ولوريل جربته النتيجه قربت اكتر بس لسه ما جاتش بالظبط. عالم تاني زود ارقام اكتر. الاجابه دي غلطتها كانت اقل بس فضلت برضه مجرد تقريب. سبتهم يكملوا لحد ما النمط بقى مؤلم. كل نسبه جديده بتقرب من الوتر بس ولا واحده بقت هي الوتر بالظبط. قبل ما اي حد يلحق يرد الصاله كلها غرقت في صمت. كل واحد بدا يشك في الاساس اللي اتبنت عليه رياضه عيله كيجنسلي. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي هو هيكون رد ادموند ايه، وهل هيعترف بالحقيقه قدام الكل ولا هيختار يحافظ على سمعه العيله باي ثمن؟ لو الجزء عجبكم اكتبوا رايكم في التعليقات وقولوا لي تتوقعوا ايه اللي هيحصل في المواجهه الجايه. ولو متحمسين نكمل القصه ادعموا الحلقه وما تنسوش تكتبوا كمل، ونشوف مع بعض ازاي زافير هيقلب الاكاديميه كلها في الجزء اللي جاي. يلا سلام.